تحت شعار متصدر لا تكلمني، في أول مباراة بالزي الجديد الأهلي بيفوز على أسوان بهدفين لمؤمن زكريا ووليد سليمان عشان نكمل سلسلة الانتصارات ونحقق العلامة الكاملة من النقاط ونتصدر جدول الدوري. والأهلي لما بيركب ما بينزلش. بدأ الأهلي المباراة بخطة اللعب المعتادة وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى شريف إكرامي، 4 في خط الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب في القلب، على يمينهم المقاتل أحمد فتحي وعلى شمالهم صبر رحيل. 2 في وسط الملعب المتطور عمرو السولية والكابيتان حسام غالي. قدامهم 3 في القلب عبد الله السعيد، على يمينه مستقبل الأهلي كريم ندفد وعلى شماله مؤمن زكريا، تحت مهاجم وحيد هو جون أنطوي. في ماتش ما فيهوش كلام كتير وأشبه ما يكون بماتش الداخلية اللي فات، سواء من حيث الأداء والفنيات وحتى من حيث النتيجة. الأهلي بيكمل سلسلة بدايات الشوط الأول الضعيفة من أول ماتش الإسماعيلي لحد ماتش أسوان. وبالرغم من فوز الأهلي في كل المباريات من أول الدوري لحد دلوقتي بأكتر من هدف، لكن أغلب أهداف الأهلي بتكون في نهاية الشوط الأول أو في الشوط الثاني، وده يبين قد إيه الأهلي بيكون سيء في الشوط الأول. الأهلي نزل ماتش أسوان وكان هدفه إنه يعمل أكبر عدد ممكن من التمريرات اللي يقدر منها ياخد الاستحواذ، وفعلا نجح الأهلي في إنه ياخد الاستحواذ، بس ده مش بسبب أداء الأهلي الجيد، ولكن بسبب إن لعيبة أسوان سابوا الأهلي ينقلوا الكرة براحتهم في نص ملعبهم ويبدأوا الضغط على الأهلي بمجرد عبور الكرة لخط نص الملعب مع قفل مناطقهم الدفاعية، واللي ما قدرناش نخترقها طول الشوط الأول إلا في هجمات ما بتكملش، وعشان كده استحواذ الأهلي كان سلبي. كان واضح إن عماد النحاس قرأ طريقة لعب الأهلي كويس واتفرج على ماتشاته الأخيرة وقدر يكتشف مفاتيح لعب الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد، والضغط عليهم بمجرد إنهم يمسكوا الكرة وما سابلهمش مساحات يتحركوا فيها ويمرروا الكرة براحتهم. عشان كده كان في عدد كبير من الكرات المقطوعة من نص ملعب الأهلي، وده ما بيتكررش كتير، وظهر هجوم الأهلي معزول عن نص الملعب، واللي أجبر المهاجمين على النزول لنص الملعب لاستلام الكرة والهروب من المدافعين. الأهلي ساعد فريق أسوان على فرض طريقة لعبه الدفاعية عن طريق البطء في بناء الهجمة والتمريرات الكتير المقطوعة، وكان يقدر الأهلي على اختراق دفاع أسوان عن طريق السرعة في التمرير ونقل الهجمة من الدفاع للهجوم بأقل عدد من التمريرات قبل رجوع لاعيبة أسوان لمناطقهم الدفاعية وتنظيم خطوطهم. من أقل الماتشات اللي عمل الأهلي فيها خطورة عن طريق الأطراف من بداية الدوري، وخاصة من ناحية الشمال، وده يبين قد ايه يتأثر الأهلي بغياب علي معلول، واللي بيقدر انه يستغل المساحات الموجودة ورا المدافعين ويضم على الجول ويشوط او يعمل عرضيات، واللي ما قدرش صبر الرحيل انه يعوض غيابه. وبالرغم ان اطراف الأهلي كانت عطلانة، قدر الأهلي انه يسجل الهدف الأول بعد عرضية أرضية من كريم ندفد من ناحية اليمين يحطها مؤمن زكريا في الجول، وكمان من أقل المباريات اللي سدد فيها الأهلي كرات على الجول. تغييرات حسام البدري في الماتش ما غيرتش اي حاجة في اداء الاهلي. تقريبا الاستفادة الوحيدة من التغييرات هي الفاول اللي سجل منه وليد سليمان الجول الثاني، ومشاركة اجاي ما نقدرش نحكم على اللاعب منها لان الوقت اللي نزل فيه ما كانش فيه دعم من نص الملعب. بس الملاحظ ان اجاي بيخرج بره منطقة الجزاء كتير وبينزل لنص الملعب، ونزول صالح جمعة في اخر 9 دقايق من الماتش كان تقريبا عشان يستغل التغيير الثالث. لحد دلوقتي الأهلي ما قابلش فريق قوي من الناحية الهجومية، وحتى لما قابلنا الإسماعيلي في أول ماتش في الدوري كان الإسماعيلي في أسوأ حالاته. يعني دفاع الأهلي لحد دلوقتي ما قابلش فريق عنده هجوم قوي، ومع ذلك في كل ماتش الأهلي بيكون عنده غلطات دفاعية ما ينفعش إنها تتعمل من مدافعين نادي بحجم الأهلي. في الكرة دي لاعب أسوان استلم وحط المدافع في ظهره وشاط، وكل ده جوه منطقة الجزاء، مع إن الضغط جوه منطقة الجزاء المفروض يكون اقوى من كده وما يسيبوش حد يستلم كوره. لو قارنا بين عمرو السولية وحسام عاشور نقدر نلخص المقارنة في نقطتين. الاولى ان عمرو السولية افضل في الناحية الهجومية لانه بيزيد في حالة الهجوم وعنده سرعات، وده بيدي الاهلي حلول هجومية اكتر، وكمان بيقدر يسدد على الجول، ودي احد الاسلحة اللي ممكن الاهلي يستغلها لما يكون اللعب مقفول. التانية ان حسام عاشور افضل في الناحية الدفاعية وما بيتقدمش كتير،
وبيقدر يقطع الكورة ويعطل الهجمة، وكمان عنده دقة في التمرير، وقليل لما بيتقطع منه كورة أو يمررها غلط. لو مسكنا كل لاعب من لاعبي الأهلي وقيمنا أداؤه هنلاقي شريف إكرامي لم يختبر لدرجة إنه سرح، وده ظهر في الكورة اللي طولت منه وهو بيستلمها، بس ربنا سترها الحمد لله. سعد سمير ومحمد نجيب ما تعرضوش لضغط، بس الواضح إنهم لما بيتلعب عليهم بيغلطوا. أحمد فتحي دفاعيا كان مقاتل، وهجوميا ما ظهرش كتير. صبر رحيل ما قدرش يعوض غياب علي معلول. حسام غالي وعبد الله السعيد قدموا ماتش من أقل ماتشاتهم في الفترة الأخيرة بسبب البطء في التمرير وقلة تحركات لاعبي الأهلي. عمرو السولية مستواه بيتطور من مباراة لمباراة. مؤمن زكريا أكتر لاعبي الأهلي من حيث التحركات وفتح اللعب. كريم ندفد هو مستقبل الأهلي، بس محتاج يتحرك جوه الملعب أكتر من كده. جون أنطوي كان غائب حاضر عن المباراة. وليد سليمان ظهر في لقطة الجون التاني وبعد كده اختفى. أجاي ما كانش فيه فرق بينه وبين جون أنطوي، عشان كده ما حسناش بالتغيير. صالح جمعة محتاج ياخد وقت أكبر من كده لأنه لاعب يستحق الفرصة. سؤال الحلقة: هل انتوا شايفين إنه حسام البدري يستمر في اللعب بالثنائي غالي والسولية، ولا الأفضل اللعب بعاشور جنب غالي؟ مستنى أشوف إجاباتكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير في الخير، وأشوفكم الحلقة الجاية.